كانت عيلة صغيرة مكونة من أب وأم ومريم في ثانوية عامة. الأب كان راجل طيب جدا، موظف بسيط في هيئة حكومية من نوعية الرجالة اللي ملهمش حس في الدنيا. يرجع من الشغل يتغدى، يقعد يقرأ الجورنال أو يتفرج على التلفزيون بنضارته القراية القديمة، وما بيتكلمش غير لما حد يسأله. الأم ومريم كانوا دايما يشتكوا من بروده. الأم بتقول له: يا حاج البيت محتاج تصليح والسباكة بايظة وانت قاعد في عالم تاني. ومريم تقول له: بابا أنا مضغوطة من الدروس وانت ولا حاسس بيا ولا بتسألني عملت ايه. وهو كان يرد دايما بابتسامة هادية وكلمتين: ربنا يدبر الحال يا بنتي، كله هيبقى تمام. في يوم كان شتاء، مريم كانت قاعدة بتذاكر ومخنوقة جدا من المنهج. دخلت المطبخ تعمل شاي، وبسبب توترها الكوباية اتكسرت من ايدها، المية المغلية اتدلقت على ايديها، صرخت. الأم جريت عليها والأب قام مخضوض، بس الأب وهو قايم نضارته وقعت على الأرض واتكسرت. وقف مكانه مش شايف كويس، وبدأ يتحرك ببطء ويدور على إيد بنته مريم وسط عياطها. اتنرفزت وقالت له بعصبية: خلاص يا بابا، مش عايزة حاجة، انت دايما بطيء كده وبارد وما بتحركش غير بعد ما المصيبة تحصل. سيبنا اتصرف انا وماما. الأب مردش، ملامحه اتغيرت بحزن شديد، واخد نضارته المكسورة ودخل أوضته بالراحة من غير ما ينطق ولا كلمة. بعدها بيومين مريم كانت بتنظف الصالة ولقت محفظة باباها سايبها على الترابيزة. المحفظة كانت قديمة ومقشرة، فتحتها بالصدفة عشان تشوف لو فيها فكة، فلقت ورقة متطبقة 4/4 ومحطوطة ورا البطاقة الشخصية بتاعته. فتحت الورقة ولقيتها روشتة الدكتور وتأمين صحي بتاريخ من أسبوع واحد فات. الروشتة كانت بتقول: